يلا بينا نحضر ماتش الاهلي وبتروجيت في الدوري. جمهور الاهلي النهارده عدده قليل جدا جدا جدا، وده طبعا بسبب العقوبه اللي الجمهور اتعرض لها من رابطه الانديه. الاول لبتروجيت في مفاجاه انا مش متخيلها، احنا في الدقيقه الثامنه تقريبا وجاب بتروجيت الجون الاول. 40 دقيقه بتروجيت عامل شوط اول محترم جدا 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 قدام الاهلي، وواصل للي هو عايزه كله. الاهلي ما عملش اي خطوره على مرمى بتروجيت. 44 اخطر كره للاهلي واخطر كره في الماتش كله من تريزيجيه، رشقت في العارضه. خلص الشوط الاول 1-0 لبتروجيت. بتروجيت متسيد المباراه رغم فرصه الاهلي الخطيره، بس هو حتى الان ماشيه زي ما هو عايز. بدا الشوط الثاني بهجمتين خطر جدا من الاهلي، كان ممكن يتعادل بيهم، والاهلي باين ان هو اخطر من الشوط الاول. تعادل للاهلي من جراديشار بالتخصص. لو تفتكر جراديشار جاب نفس الجون ده تقريبا او احسن السنه اللي فاتت في بتروجيت. هي 70 دلوقتي الاهلي بدا يبقى اشرس شويه على الجون، ما اعرفش كان فين من بدري الكلام ده. يعني يا هاني ولا حطيتها بزاويه ولا رفعتها، وشطها شوطه وحشه قوي، فانا مش عارف انت عملت ايه. جراديشار بيضيع واحده سهله قوي كانت ممكن تبقى الثاني ويخلص بيها الماتش. يا نهار ابيض يا جراديشار انت وقفشه، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ خلص الماتش 1-1. بتروجيت خد اللي هو عايزه، وكان كمان عايز يكسب الماتش. الاهلي خسر النقطتين الماتش ده، لازم يركز في اللي جاي لان بعد كده كاس السوبر ومفيش هزار. بعد الماتش الدنيا كانت شاده جدا لدرجه ان وليد صلاح الدين شد مع الحكم وخد انذار، واحمد عبد القادر برضو شد مع الحكم وخد انذار.